أصدقاء أحبابي متابعينا في كل مكان، أهلا بيكم على قناة أيمن سبورت 2 وحلقة جديدة من حلقات فرفوش وأصحابه. ايه اللي جرى للاهلي يا فرفوش؟ كولر بقى في النازل خلاص يا كوتش. كولر بقى زي الزفت. اداء، اختيارات، لعيبه، تغيير، خطره وفكره في الملعب، كله زي الزفت. أنا مندهش، إيه اللي جرى لكولر؟ يعني حتى اختياراته اللعيبة، يعني واحد زي مثلا محمد هاني بقاله كام ماتش مستواه في النازل. طب أنت مصمم عليه ليه؟ طب بدل مع أكرم توفيق، إنما أكرم توفيق تلعبه ماتش وتريحه ماتش، تلعبه ماتش، طب خليه يلعب في الملعب. يعني بدأوا بالماتش وبعد كده بقى ننزل محمد هاني ربع ساعة. ده حاجة. ده حاجه فعلا. الحاجه التانيه، عبد الفتاح انت بتلعبه في مكان غير مكانه ليه. ومريح كريم الدبيس، يعني يا ريت حتى اقول ايه بس. كريم الدبيس ده مكانه مكان علي معلول، انت تريح كريم الدبيس وتنزل خالد عبد الفتاح. ولما يجي يعمل التدوير بيغير 8 9 لعيبه مره واحده. طب ده كتير. لو كلكم مودست اللي مصمم عليه واديله 90 دقيقه ومش راضي يدي فرصه لاي حد غيره، ايه الحكمه يعني في مودست؟ عايز يثبت ان هو صح وخلاص. وصلاح موصل اللي شاله خالص، يعني ركنه على جنب وبطل يخليه يلعب خالص. ايه الحكمه يعني؟ طب انت جبته ليه؟ ما كان قاعد في سيراميكا وعامل شغل كويس. مش عارف يا كوتش، انا حاسس كده ان السبب في ده كله هو تغيير سيد عبد الحفيظ وجايبان خالد بيبو. مع احترامنا لخالد بيبو، الا ان سيد عبد الحفيظ ساب فراغ كبير. غرفة اللبس يا جماعة محتاجة شدة، محتاجة واحد كده مصري يشخط فيهم، يفوقهم، يحسسهم قيمة الفانلة الحمراء. فين الفانلة الحمراء؟ يعني احنا لما كنا وحشين بنيجي في الدقيقة 90 ونفوز، حتى دي مش موجودة، مفيش روح في الفرقة، في حاجة غلط. انا معاك ان اوضه اللبس ليها دور، ودور مهم كمان، انما كمان في فنيا وبدنيا اللعيبه مش واقفه على رجليها صح. ده مشكله عند كولر. كان في مشكله في اوضه اللبس، ففي مشكله كمان في كولر. كولر كان جاي متحمس الموسم اللي فات وعمل شغل كويس. شغله ما بقاش زي الموسم اللي فات. والبدايه هي مع اتحاد العاصمه في بطوله السوبر الافريقي، والاداء زي الزفت. ما لعبناش ماتش كويس. مش ده الاهلي، مش ده الاهلي. ما كده في جرس انذار. كده في جرس انذار. فعلا يا كوتش، كده جرس انذار، يعني في خطر على الاهلي. يعني كولر في النازل، احترسه. اصدقاء احبابي متابعينا في كل مكان، يا رب نكون اسعدناكم، يا رب نكون وفقنا. ما تنسوناش بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايكات اللايكات اللايكات. ويلا سلام.